في الفترة اللي فاتت ظهر مصطلح الفريلانس وانتشر بشكل كبير. فكرة ان انت ممكن تكون بتشتغل بشكل حر، او اللي هو بشكل يعتمد على البروجكت، او بشكل عام بتشتغل عن بعد. وده مصطلح تاني اللي هو الشغل الريموتلي عموما. ظهروا بشكل كبير وانتشروا من بعد فترة كورونا تحديدا، من بعد ما بدأ كل حاجة تقريبا تبقى اونلاين. لان ان هو اغلب الوظائف تم استبدالها او متواجدة في الشكلين، اما ما زالت في الشركات وبعضها لا بقى تحول بشكل كامل الى اونلاين. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفريلانس. ايه هو الفريلانس او العمل الحر؟ وازاي ابدا الرحله بتاعتي او مهنتي كفريلانسر، وهناخد جوله كده على موقع ابورك. في البدايه، ايه هو الفريلانس؟ الفريلانس هو فكرة، او اللي هو لو جينا ترجمناه هو العمل الحر. هو ان انا اشتغل مع عميل بناء على بروجكت بس. مش فكرة ان انا معاه بدوام كامل وشهريا في شغل بيتطلب بمقابل مادي ثابت او كده. لا، هو بيعتمد على التاسك المطلوب، بيكون فيه مقابل له، وبعد كده خلاص بمجرد انتهاء البروجكت ده ما بيكونش فيه اي علاقة بتربطني بالعميل ده. وفي مصطلح تاني برضو شبيه بيه شوية، وهو الشغل الريموتلي. وهو نفس الشغل العادي، واللي هو في مقابل مادي شهريا، في مقابل خدمة بتقدمها بشكل ثابت شهريا. ولكن ده بيكون بيختلف عن الوظائف البارت تايم والفول تايم، لأنه بيعتمد بشكل أساسي على إن هو الأونلاين، مش في الشركة نفسها. تمام. فالنهارده اغلب كلامنا هيكون متوجه اكتر على الفريلانس. والفريلانس له مميزات كتير، اشهرها واللي هو اكتر الناس بتتجه للفريلانس علشانها هي المرونة في نظام اليوم. ان هو مش بتبقى مربوط بنظام شغل معين ويوم معين. فبالتالي بيكون عندك المرونة ان انت تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا، او اللي هو اي حاجة بتحب ان انت تعملها. اي حاجة بتحب ان انت تعملها بيكون في مساحة لده. وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تشتغل بالتوازي مع حياتك عادي جدا. ده غير طبعا ان هو بيتيح فرص اكبر بكتير. يعني فكرة ان انت تنزل في شركة او كده بتكون بتعتمد بشكل اساسي على السوق المحيط بيك. اما الفريلانس ميزته ان هو ان انت اغلب الوقت اصلا بتتعامل مع عملاء من دول تانية زي السعودية او الامارات، او حتى بتتعامل مع ناس اجانب. ممكن يكون ناس في امريكا او في الهند حتى، او باكستان، او اي دولة عموما. طيب، ابدا اشتغل كفريلانسر ازاي؟ في النقطة دي هو في خطوات كده انا حددتها من خبرتي. انا شايف ان هي فعلا مهمة جدا ان الواحد يمر بالاربع مراحل دول. هما اربع خطوات بالظبط. هنبدأ ان احنا نتكلم عن كل واحدة منهم بالتفصيل. اول حاجة هي بناء المعرفة والمهارات اللازمة علشان تشتغل في المجال اللي انت حابب تشتغل فيه. يعني ايه الكلام ده؟ كتير من الناس لما بتكلم معاه مثلا بسأله ليه عايز تدخل تبدأ شغل كفريلانسر، بيقول ان هو عايز يقبض بالدولار وخلاص، او ان هو عايز يشتغل وخلاص. ولكن مش بيبقى متوجه ان هو انت علشان تشتغل كفريلانسر انت بتقدم خدمة معينة او مشروع معين في وقت زمني قليل. فبالتالي محتاج ان انت تكون اول حاجة في البداية خالص محدد ايه الخدمة اللي انت بتقدمها دي. يعني سواء مثلا عايز ان انت تكون موبايل اب ديفلوبر مثلا، فبتعمل موبايل ابليكيشنز، فبتحتاج تتعلم حاجات زي اندرويد نيتف واي او اس وفلاتر او غير يعني. طبعا مش التلاتة مع بعض، حاجة منهم. او ان انت عايز تشتغل ويب ديفلوبر، فبتتعلم اللغات البرمجة والفريم وركس او المكتبات اللازمة عشان تقدم بروجكت في التخصص ده. فانت بشكل عام بتبدأ تشوف انت حابب تدخل في ايه بالظبط، او تشتغل في ايه بالظبط. وبتبدأ ان انت لازم تبني المعرفة الكافية اللي تأهلك ان انت تقدم خدمة في المجال ده. طيب، هل بتحتاج اللي هو تفضل ماشي اللي هو الى ما لا نهاية، وبعد ما تلاقي نفسك خلاص بقيت بروفيشنال في المجال بتبقى خلاص هبدأ بقى اشتغل فريلانس؟ لا، الموضوع مش كده. يعني في كذا نقطة حابب ان انا اتكلم فيهم. في النقطة دي هتساعدك ان انت تحدد تمشي ازاي وتمشي لحد فين افضل. اول نصيحة هي البروجكت دريفن ليرنينج، او التعلم المبني على مشاريع. يعني فكرة ان انت اصلا فريلانسر او مستقل عموما، او اللي هو بتقدم خدمة معينة، فانت محتاج ان مع اغلب معرفتك تبقى مبنية على فكرة ان انت
بتتعلم ازاي توظف المعرفة اللي بتكتسبها في خلال مشروع او تطبيق عملي معين مفيد ومناسب لمستوى سوق العمل. يعني مثلا لو انت بتتعلم فلاتر مثلا، وده اغلب الامثله هتبقى في الموبايل اب ديفلوبمنت لان ده مجال شغلي. ولكن لو انت بتتعلمه عموما، فمحتاج ان انت دايما لما بتتعلم حاجه جديده تتعلم ازاي توظفها في مشروع، وفعلا تعمل مشروع توظف فيه المعرفه دي علشان تتاكد ان انت المعرفه اللي بتكتسبها فعلا مناسبه للشغل اللي انت هتدخل عليه. لان هو في الاول وفي الاخر المشاريع اللي بتطلب من العملاء بتكون مناسبة او اللي هو بتسد احتياج في سوق العمل، فلازم تكون بتقدر توظف المعرفة اللي عندك عشان تأدي ده. تاني حاجة وهي ان انت اصلا بقى تبني المعرفة والمهارات دي، وده بيساعدك فيها الكورسات والتوتوريالز اللي موجودة على الانترنت عموما. في عدد لا نهائي منها. ولكن اشهر المواقع اللي تقدر تلاقي عليها كورسات وتوتوريالز مفيدة وقوية جدا، ومن المواقع القوية جدا اللي تقدر تلاقي عليها كورسات فعلا بتستهدف ان هي تضيف لك مهارات عموما من خلال مشاريع وتاسكات بتقوم بيها، زائد طبعا الفيديوهات التعليمية. هو موقع يوديمي، وكذلك برضو موقع كورسيرا عليه كورسات قوية جدا. وطبعا اهمهم واقواهم هو اليوتيوب. وعايز اكد طبعا على اليوتيوب ان هو فعلا قوي جدا، يعني عليه كمية بلاي ليستس وتوتوريالز فعلا هتغنيك عن اي موقع تاني اصلا. ومن الحاجات المهمة جدا جدا هي ان انت تكون بتعرف تتواصل بالانجليزي، وده لان هو العملاء اغلبهم بيكونوا في البداية ممكن تتعامل مع هنود او امريكان حتى، او اسبانيين او اي حد بشكل عام. هو عارف ان الشخص اللي هيلاقيه لو مش بيتكلم اللغة بتاعته فعلى الاقل لازم هيكون بيتكلم انجليزي. ومش لازم ان انت تكون بروفيشنال في الانجليزي، على قد ما انت بتعرف ان انت تسمع الكلام اللي بيتقالك وتفهمه بشكل كويس وواضح، وفي نفس الوقت بتقدر تعبر عن الافكار اللي في دماغك بشكل سلس، واللي هو مش بتواجه صعوبة في ان انت توصل للي قدامك اللي في دماغك ايه. تمام. بعد كده اهم نقطة طبعا واكدنا عليها من شوية هي فكرة ان انت تعمل مشاريع. يعني انت لازم تعمل مشاريع كتير. يعني انا لو فضلت اتعلم واكتسب اشوف بلاي ليستس بقى واكتسب معرفة وكل ده ما وظفتوش في سياق معين، مش هيكون له اي لازمة يعني. ولازم ان انا ابدا اللي هو بعد ما اتعلمت حاجة واتنين وتلاتة، ابدا ان انا اعمل مشروع اوظف فيه الحاجات اللي اتعلمتها كلها. ودي بقى تاني نقطة، وهي ان انت بعد ما اتعلمت المهارات والمعرفة الاساسية في المجال ده، لازم ان انت تتعلم ازاي توظفهم في المكان المناسب في المجال ده. يعني ايه؟ على سبيل المثال انا كفلاتر ديفلوبر او اي موبايل اب ديفلوبر بشكل عام، بعد ما عرفت ان انا اعرف اعمل ابلكيشن معين، واعرف ان انا اللي هو خلاص متعلم الجزء ده هعمله ازاي والجزء ده هعمله ازاي، وعملت مثلا بروجكت واتنين صغيرين، لازم ان انا بقى ابدا اشوف المشاريع الشائعه. ومن ضمن المشاريع الشائعه في المجال ده هو الاي كوميرس مثلا. يعني هتبدا ان انت هتلاقي ان انت انت بتعرف تعمل مثلا موبايل ابلكيشن، بس هيقابلك حاجات كتيره جديده عليك، او ان هي حاجات بتكون تنظيميه اكتر، او حاجه محتاجه خبره متعلقه بالنوع ده من المشاريع. فهتقدر ان انت تكتسب الحاجات دي من خلال الشغل على الانواع دي من المشاريع. تمام. فطبعا غير الاي كوميرس ففي طبعا الاي ليرنينج، واللي هو اغلبنا يعني اتعامل معاه بالفعل زي يوديمي وكورسيرا وهكذا. وفي انواع تانية من المشاريع عموما، يعني اي نوع من المشاريع هيكون مفيد جدا ليك. تالت حاجة وهي بعد ما انت اتعلمت المعرفة والمهارات وعملت مشاريع، وعملت المشاريع دي كانت مناسبة لسوق العمل ومتعلقة بالأنواع المطلوبة من المشاريع في سوق العمل، في شوية استعدادات كده بتحتاج ان انت تركز عليهم علشان تقدر ان انت تظهر نفسك كويس للعملاء. اول حاجة هي الريزومي او السي في، او المقصود بيهم هنا مش فكرة ان انا يبقى معايا سي في بروفيشنال شكله كويس ومكتوب بصيغة بروفيشنال وكده. لا، المقصود بيهم ان انت تكون فعلا السي في بتاعك قوي. يعني ايه؟ يعني مش فكرة انا كاتب ايه، على قد ما فعلا انت عملت حاجات
فعلا كويسة، تقدر ان انت اللي هو ايه، انت فعلا قوي فيها، او بشكل عام عندك مثلا انشطة قبل كده او كورسات خدتها قبل كده او مسابقات شاركت فيها، او لو نزلت تدريب، او لو انت بالفعل اشتغلت مثلا مدة معينة في اي شركة. فكل ده بيبني معاك واحدة واحدة في السي في لحد ما اللي هو تقدر ان انت ايه، السي في بتاعك، او مش السي في بس الماضي بتاعك يكون فعلا جذاب شوية. طيب لو انا مش اللي هو ايه، ما كنتش قبل كده اكتف، او ما اشتغلتش على نفسي يعني او كده، فاعمل ايه؟ فهنرجع للنقطة اللي فاتت، ان انت هتبدأ تبني معرفة ومهارات في المجال ده عشان تقدر ان انت تعمل مشاريع. والمشاريع برضو بتغني عن كل ده، ان هو العميل بيشوف ان انت فعلا قوي وتقدر، ولو اشتغلت على كذا حاجة قبل كده، فده بيكون اثبات ان انت تقدر تقدم له اللي هو طالبه. تاني حاجة هي الكفر ليتر. الكفر ليتر بيكون زي مثلا مجموعة من الجمل بتعبر فيهم عن نفسك وعن خبرتك، وده أول حاجة العميل بيشوفك فيها. لأن هو أنت لما بتيجي تقدم على مشروع، بتبدأ إن أنت يا دوب بتبعت الكفر ليتر، وبعد كده هو لو عجبه أو اللي هو شده الكلام اللي أنت كاتبه، بيروح على البروفايل بتاعك، بيبدأ يشوف انت المشاريع اللي عملتها قبل كده عاملة ازاي، ال الأنشطة اللي شاركت فيها، الكورسات، ولو عندك تقييمات وهكذا. فالكفر ليتر هو أول انطباع عند العميل عنك. فلازم ان انت تركز ان انت تكتب كفر ليتر فعلا بأسلوب بروفيشنال، وهتلاقي تولز كتيرة على النت بتساعدك في ده. وفي نفس الوقت تكون بتعبر فيه عن نفسك بشكل قوي، ان هو فعلا بتوضح فيه ان انت تقدر تأدي البروجكت ده باحترافية، وتقدر ان انت تقدم له كل اللي العميل طالبه في المشروع، وفي نفس الوقت بوقت قليل او مناسب تبع احتياجات العميل. وبعد كده يعني بتوجهه بقى ان هو شوف لو سمحت شوف البروفايل بتاعي وتواصل معايا لتفاصيل اكتر يعني. فاللي هو لازم برضو في الكفر ليتر تكون متضمن اكشن ان العميل ياخده حاجة يعملها، اللي هو هيتواصل معاك او هتبدأوا تناقشوا المشروع نفسه. تالت نقطة في مرحلة الاستعداد للعمل الحر، وهي مهمة فعلا، البورتفوليو، أو اللي هو سجل المشاريع اللي معاك، أو اللي هو مجموعة المشاريع اللي أنت عملتها قبل كده، اللي هتقدر إن أنت تعرضها على البروفايل بتاعك أو تعرضها على العميل، بحيث إن هو يقدر يشوف أنت اشتغلت على إيه قبل كده. لو أنت ما اشتغلتش على مشروع قبل كده كشغل، فبتبدأ إن أنت تعمل كذا مشروع، اتنين أو تلاتة على الأقل، حتى كتدريب ليك، ويكونوا حجمهم مناسب فعلا لسوق العمل، اللي هو حاجة مطلوبة زي مثلا اي كوميرس او اي ليرنينج في الموبايل ابلكيشن، او بروجكت كبير عموما في اي تراك، بحيث ان هو يقدر يشوف انت مستواك عامل ازاي، او اللي هو يشدوا الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، فيعرف ان انت هتقدر تقدم له اللي هو طالبه بشكل قوي. وطريقة عرض البورتفوليو نفسه هتلاقي ان هو فيها تفاصيل كتير، او اللي هو يعني بتختلف من مجال للتاني. فبالنسبة للموبايل اب ديفلوبمنت، انا عموما كنت عامل فيديو قبل كده، هسيب اللينك في الديسكريبشن، كنت بتكلم فيه عن ازاي تعرض الموبايل ابليكيشن بتاعك بشكل بروفيشنال. وكذلك برضو كنت عامل قبل كده فيديو عن السي في، او ان انت تعمل ريزومي، وفي نفس الوقت تظبط البروفايل بتاع لينكد ان واب وورك من خلال الريزومي اللي انت عملتها دي. فهسيب برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. رابع مرحلة بقى، وهي ان انت تبدأ فعليا في الفريلانس. فدلوقتي هناخد جولة كده على موقع ابورك، هنبدأ ان احنا نشوف ايه هو الواجهة بتاعته، وازاي ان انا ايه الحاجات اللي اخد بالي منها عشان اقدر احصل على العملاء عموما، او اللي هو اشد العملاء، او ان انا اقدم بشكل عام على الوظائف او المشاريع المناسبة لي. دلوقتي هنروح على الموقع بتاع ابورك. فاول ما بدخل على موقع ابورك واعمل لوجين او ساين اب تبع انا اول مره ادخل على الموقع او لا، بيظهر عندي الواجهه بالشكل ده. فببدا ان انا يعني كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن البروفايل، ازاي ان انا اعمل البروفايل بتاعي، فده هيكون في الديسكريبشن لو حد يعني ما عملش بروفايل بالفعل. ولكن انا عايز اتكلم اكتر على فكره اختيار المشروع اللي اقدم عليه.
لو كتبت هنا مثلا انا مثلا فلاتر ديفلوبر، فهكتب فلاتر واعمل انتر بس، هلاقي ان هو في 1183 بروجكت معمول لهم بابلش ان هم محتاجين فريلانسر. وفي نفس الوقت هلاقي على الشمال هنا شوية فلترز هيساعدوني ان انا اختار المشروع المناسب ليا. لو انا مثلا لسه بادئ في المجال او مستواي نص نص، ببدأ ان انا اختار الليفل بتاعي او الاكسبيرينس ليفل اللي المشروع ده طالبه. وببدأ ان انا في حاجة مهمة هي الجوب تايب، ان هو المشاريع على اب وورك بتتقسم لنوعين. النوع الاول ان هو فيكسد برايس، اللي هو بيكون مثلا العميل محدد معاك تكلفة معينة. ده اللي هو المشروع مهما اشتغلت عليه هتاخد التكلفة دي. لو المشروع خلص معاك لو خلص معاك في اسبوع او اتنين هتاخد التكلفة دي. لو خلص في ازيد من كده او اقل من كده هتاخد نفس التكلفة. وده برضو ده نوع مشهور يعني من المشاريع. وبرضو التكلفة دي في إمكانية إن هي يتم تقسيمها على أكتر من مرحلة. إن هو مثلا بعد ما تخلص جزء معين من المشروع بتاخد مقابل للجزء ده، وبتكمل جزء تاني وتاخد مقابل للجزء التاني وهكذا. أو إن هو يتم الدفع في الآخر مرة واحدة، ولكن يفضل طبعا إن المشروع يكون متقسم. تاني نوع هو الاورلي بيد، ان هو بيتم الدفع بناء على الساعة. اللي هو لو انت مثلا الشغل ده خد منك 10 ساعات، هتاخد في الساعة الواحدة مثلا 10 دولار. 10 دولار. او ان انت لو الشغل ده خد منك 30 ساعة، فانت برضو هتاخد على كل ساعة 10 دولار. فانت بيعتمد على الشغل خد منك قد ايه. هتبدأ ان انت تضرب تمن الساعة الواحدة في الوقت اللي خده منك، فده هيكون تمن المشروع. تاني او تالت فلتر عفوا، وهو اهم فلتر فيهم، هو عدد الناس اللي مقدمين على المشروع ده. هو اسمه number of proposals. فهو يعني كحد لسه ببدأ على Upwork لازم ان انا يعني اختار اقل من 5 او بالكتير قوي لحد 10. وابدا ان انا اشوف المشاريع اللي عندي. ولكن في فلتر تاني مهم، ده اللي هو ده ديفولت سواء انا لسه بادئ او بقالي مده، ان هو اختار البيمنت فيريفايد، ان هو العميل اكد طريقه الدفع بتاعته. فببدا ان انا اشوف بقى المشاريع اللي ظهرت لي. ببدا مثلا ايه، عجبني البروجكت ده مثلا. تمام. عجبني البروجكت ده فضغطت عليه. شفت التايتل، شفت الديسكريبشن بتاعه، ونزلت تحت شوية شفت اسمه ايه البادجت بتاعت العميل، شفت المستوى المطلوب. ودي الأسئلة اللي العميل محتاجني أجاوب عليها عشان أقدم في المشروع. وبعد كده برضو هنا على اليمين بيجيلي التاريخ بتاع العميل نفسه، ان هو من يونايتد ستيتس. وظاهر 3 وظايف، ان هو رفع 3 وظايف قبل كده، بس مش ظاهر لي ان هو تقييمات الناس عليه ايه وكده. فده برضو يعني مش موثوق فيه قوي. لو نزلنا تحت شوية مثلا، جبنا مثلا عميل زي ده، هنلاقي ان هو واخد 146 تقييم. فده عميل قديم على المنصة، وواخد منهم 4.9 من 10 تقريبا. ف... فده كده موثوق فيه بشكل أكبر. ببدأ إن أنا برضو أقرأ التفاصيل بتاعة المشروع. طيب أنا عجبني مثلا المشروع ده وعايز أقدم عليه. أو إن أنا طبعا لو اللي هو عاجبني بس صعب أقدم عليه دلوقتي، ممكن أعمل سيف جوب. ولكن لو انا بقى عايز اقدم عليه، بضغط على apply now. بيبدأ ان هو بيقول لي انت عايز هو طبعا انا عشان اعمل account كايجنسي فجايب لي ده. بس انت في البداية مش هيظهر لك الاوبشن ده. بيقول لك انت عايز تقدم بانهي بروفايل، لان انت لو شغال اكتر من حاجة تقدر ان انت تعمل بروفايل لكل حاجة منها. انا شغال مثلا موبايل اب ديفلوبمنت. بعدها بيحط لك تفاصيل المشروع نفسه. بعدها بيقول لك اللي هو السعر البروجكت نفسه كام. واللي هو لو مثلا متقسم او كده. بس هو هنا حاليا مش يعني متضاف ان هو المايلستون واحد بس. هنشوف مشروع تاني برضو. بعد كده بضيف المدة المشروع هياخدها مني. وبحط هنا الكفر ليتر بتاعي وبقدم على كده.
في حاجة طبعا اسمها اللي هي بوست يور بروبوزل، بس دي انا ما بنصحش بيها عموما. ودي اللي هو بتبقى بتزود الكونكتس اللي انت بتقدم بيها، هتكلم عن الكونكتس دلوقتي، في مقابل ان انت تظهر اعلى وسط الناس اللي مقدمين. ولكن زي ما ذكرت ما بنصحش بيها خالص. طيب ليه ما بنصحش بيها مع ان دي حاجة ممكن تخليني اظهر اكتر؟ ده بكل بساطة لان انت الكونكتس دي بيكون معاك عدد محدود جدا منها. بيبقى لازم ان انت برضو تاخد بالك انت بتقدم على انهي مشاريع، والمشروع ده طالب كام كونكت علشان ما تضيعش الكونكتس اللي معاك. فمثلا لو دخلنا على المشروع ده هنلاقي ان هو مثلا لما اعمل ابلاي او من غير ما اعمل ابلاي هلاقي ان هو مكتوب هنا ان هو هيسحب مني 8 كونكتس، فده كده معقول عادي. ولكن في مشاريع بتبقى طالبة 16 مثلا، فده كده عالي شوية. بقدم عليه برضو لو انا شايف ان فرصة القبول بتاعتي فيه عالية. طيب فرصة القبول دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البروفايل بتاعي. ده البروفايل بتاعي. هلاقي زي ما ذكرنا ان انا عندي اكتر من بروفايل. زي ده مثلا الموبايل اب ديفلوبمنت وعليه تقييمات، والاول وورك وعليه تقييمات تانية وهكذا. فكل ببدأ ان انا اشوف العميل لما بيدخل بيشوف البروفايل ده، فبيبدأ ان هو يقرأ تقييمات الناس اللي قبل كده، ويشوف برضو التاريخ بتاعي، المشاريع اللي عملتها قبل كده. وبيبدأ برضو ان هو يشوف البورتفوليو بتاعي، وفي نفس الوقت اي شهادات انا ضفتها او ريكومنديشنز اخدتها من عملاء قبل كده. فده كله بيقوي من فرصة القبول بتاعتي في المشروع. وفي نفس الوقت فكرة العدد اللي مقدم على المشروع نفسه، يعني هلاقي ان هو وانا بتصفح المشاريع هنا proposals دي معبرة او مذكور فيها كم واحد قدم على المشروع ده. انا طبعا هنا مفلتر ان هو من 5 ل10 او اقل من 5، فهو مش جايب لي غير المشاريع اللي كده. بس لو شلت الفلتر ده هلاقي ان في مشاريع بيقدم عليها مثلا من 20 ل50، او ازيد من 50 كمان. في مشاريع ازيد من 50. ولكن المشاريع دي لو انا لسه ببدأ وما عنديش بروفايل على اب وورك هيكون ضعيف شوية، او فرصة قبولي فيها ضعيفة شوية. زائد برضو ان هو لو انا بقدم على اول مشروع ليا، فمفيش مشكلة ان هو لو انا شايف مثلا ان المشروع يعني التكلفة اللي العميل حاططها اقدر ان انا اقلل شوية عنها، فده هيساعدني ان انا اشد انتباه العميل اكتر. لان هو بيكون برضو مستهدف ان هو يطلع احسن حاجة يقدر عليها باقل تكلفة. فلما يلاقي مثلا كل الفريلانسرز مثلا طالبين $500 مثلا، وواحد طالب 350، فبتبقى ظاهرة قوي، وبيقدر ان هو يلفت انتباه العميل ده. تمام، احنا كده خدنا جولة عن ابورك، وعرفنا يعني فكرة البروفايل نفسه والتقديم على المشاريع، واخد بالي من ايه علشان اعلي من فرصتي في اول مشروع ليا بشكل عام، او في اي مشروع عموما. دلوقتي هنبدأ ناخد بعض الأسئلة اللي انتوا بعتوها على الفورم. أول حاجة ازاي أجيب أول كلاينت؟ زي ما ذكرت من شوية، هو فكرة ان انا اعلي من فرصة القبول بتاعتي في المشروع. فكرة اللي هو طبعا اختار المشروع من البداية صح، ان هو يكون عدد الناس اللي مقدمين عليه قليل، ويكون برضو المستوى بتاعه او الشغل المطلوب اقدر فعلا ان انا اقوم بيه. وفي نفس الوقت برضو فكرة ان انا اقلل التكلفة اللي انا حاططها، ده بيشد العميل في البداية. زائد البروفايل بتاعي والبورتفوليو يكونوا فعلا اقوياء وجذابين للعملاء، فده هيساعد اكتر ان الناس اللي بتشوف البروفايل بتاعي تتواصل معايا علشان الشغل افضل. لو كلاينت اداني ريفيو وحش وهو كان اول كلاينت، اجيب كلاينت بعده ازاي؟ في وجهة نظري لو هو اول كلاينت، انا شايف ان هو الافضل ان انا اعمل بروفايل جديد او اكريت اكونت جديد، بحيث ان هو التقييمات دي اكتر حاجة كريتيكال معاك في المنصة. ان هو ده اول حاجة العميل بيبص عليها. لو حد كتب لك تقييم سلبي او كده، فالعميل يعني اللي بعده في الغالب مش هيقبلك، او ان هو هيكون عنده تخوف بسبب التعليق ده. زائد طبعا ان انا طبعا قبل فكرة ان انا كاريت اكونت جديد، ان انا اقرا الريفيو الوحش ده واشوف كانت ايه المشكلة واشتغل عليها.
طبعا لازم ان انا لو هو فعلا بسبب ان انا معرفتش اقدم الشغل، فلا انا اروح استعد الاول ان انا اتعلم المهارات والمعرفة اللي ناقصاني، وارجع تاني اكمل ببروفايل جديد او على منصة تانية. زائد برضو في النقطة دي وفي النقط اللي قبلها، اللي هو فكرة اجيب اول كلاينت ازاي. لحظة. اللي هو ازاي اجيب اول كلاينت. مهم برضو فكرة ان انا لما ببدأ او في البداية خالص ما اعتمدش على منصة واحدة بس. يعني ما اقولش مثلا انا هقدم في ابورك بس، او مستقل بس، او فريلانسر بس. لا عادي، ببدأ ان انا اكريت بروفايل على كل منصة من المنصات دي، وابدأ ان انا اقدم في المشاريع اللي عليها كلها، او اللي هو المناسب ليا، واللي هو المستوى بتاع الشغل المطلوب اقدر ان انا فعلا اقدمه. وبعد كده بشوف اول بروجكت هيجيلي على انهي منصة، فبقدر ان انا استمر على المنصة دي، او بيكون فرصة ان انا اجيب مشاريع تانية بعد اول مشروع عليها اعلى من باقي المنصات عموما. بعد كده ازاي اقدر اقسم وقتي بطريقة صح ما بين حياتي عامة وشغلي كفريلانسر. في الحقيقة هو في فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتتكلم عن التايم مانجمنت والتأسيس والتخطيط لليوم وحاجات كتيرة من النوع ده. ولكن أكتر حاجة فعلا فارقة معايا هو فكرة الحفاظ على روتين صحي لليوم. لازم يكون في روتين عموما علشان عقلك وجسمك بيتعود على ان هو في وقت معين من اليوم بيكون عنده انتاجية عالية مثلا وتركيز عالي، وفي وقت محدد من اليوم لا، بيبقى العقل خلاص فصل في الجزء ده، والجسم خلاص اللي هو انت كده يعني الوقت ده المفروض نرتاح فيه، متعودين على كده. فده بيخلي الموضوع معاك سلس اكتر. وفي نفس الوقت لو انت مثلا عندك دراسة او كده، فبتبقى مع الايام جسمك وعقلك اتعود ان انا في الوقت ده هركز على حاجة معينة، هركز ان انا اذاكر مثلا، او هركز ان انا اشتغل او انفذ حاجة معينة او العب جيم مثلا، وده حاجة مهمة جدا. فكرة ان الروتين يكون صحي كمان. فكرة اللي هو يعني في ناس بلاقيهم ان هو ايه، والله انا بشتغل بالليل وبنام طول اليوم. فلا، ده برضو في مشكلة ان هو ده كده روتين بس مش صحي. فلازم ان هو الروتين يكون صحي. لازم اكون مراعي اوقات الصلاة طبعا اهم حاجة. ولازم اكون مراعي ان انا انزل جيم او امارس رياضة عموما، لان ده فعلا مش بس فكرة اهتمام بالصحة وكده، ولكن فكرة نفسيا افضل يعني، وبيساعدك ان انت تركز اكتر. ازاي اقول اني جاهز ادخل مجال الفريلانس؟ في الواقع هو زي ما شفنا من شوية على ابورك ان هو في مستويات مختلفة، اللي هو انتري ليفل وانترميديت واكسبرت. في الطبيعي اللي هو هتعرف فعلا انت جاهز او لا لما تلاقي ان انت مثلا بتشوف المشاريع اللي على اب وورك او اي منصة من المنصات، وتلاقي ان انت عملت حاجة شبهها قبل كده كتدريب مع نفسك، او حاجة ان انت مثلا عملت حاجة في نفس المستوى، او بشكل عام عارف هتعمل المشروع ده ازاي. لان مش شرط تكون انت عملت كل انواع المشاريع اللي موجودة في الدنيا، ده طبيعي جدا. ولكن برضو قبلها بيبقى معروف المجال اللي انت فيه او الشغل اللي انت هتقدمه ده، المعرفة اللي محتاجها فيه علشان تشتغل، والمهارات اللي محتاج تتعلمها فيه عبارة عن ايه. لو انت تواصلت مع حد عنده خبرة اكتر منك في المجال، هيقدر ان هو يديك برضو نصايح افضل في الجزئية دي، لان الموضوع بيختلف من مجال للتاني. ايه مستوى الانجليزي اللي المفروض اكون عليه؟ زي ما ذكرت، انت مش محتاج تكون بروفيشنال واللي هو مفيش كلمة في الانجليزي ما تعرفهاش وكده، لا عادي يعني، في سماحية لده. الموضوع اشبه بالناس اللي مثلا صينيين او هنود او كده، ونلاقيهم بيحاولوا يتعلموا عربي. ولكن يعني بما انك برضو بتكون بتتعامل في ظروف بيئة شغل، فلازم ان انت تكون بتعرف تتواصل بشكل بروفيشنال، بتعرف ان انت تتكلم وتعبر عن الافكار اللي في دماغك بشكل واضح وصريح، عندك سعة لغوية كويسة، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تسمع العميل وتفهم كلامه كويس. وفي النقطة دي أنا برشح طبعا قناة زي أمريكان إنجلش، عليها بلاي ليست كتيرة مهمة جدا في الأربع مهارات، اللي هو التحدث والسمع والقراءة والكتابة.
واكتر اتنين بركز عليهم او اللي هو مهم فعلا في الحتة دي هي التحدث والاستماع. وهتلاقوا بلاي ليست كتيرة جدا على قناة زي امريكان انجلش وقناة برضو طليق. الاتنين دول فعلا هيكونوا كافيين يعني. ايه الحاجات اللي ممكن اضيفها للاكونت عندي تسهل عليا ان العميل يوافق ان يشتغل على التاسك اللي طالبه؟ ده زي ما ذكرنا من شوية، فكرة البروفايل نفسه، ان هو مش فكرة البروفايل بمعنى الحاجات اللي انا كاتبها، على قد ما هو فعلا انا عندي حاجات قوية عملتها وانشطة شاركت فيها، انشطة طلابية او انشطة تطوعية، او برضو مسابقات دخلتها وخدت مركز، او حتى لو ما خدتش مركز بس اللي هو فكرة ان انا اكتف بس بشكل عام. واهم حاجة بقى هي البورتفوليو او المشاريع اللي انت عملتها قبل كده، ده اهم حاجة طبعا. وزائد برضو البايو بتاع البروفايل والكفر ليتر اللي بتكتبه، لان دول اول حاجتين العميل بيقراهم، فده بيكون الانطباع الاولي عنك. ده كده بالنسبة للحاجات اللي تضيفها للاكونت. ولكن بشكل عام برضو زي ما ذكرت من شوية لو رجعنا لجزء ابورك، ان هو حتة اختيار المشروع نفسه والتكلفة والحاجات دي مؤثرة فعلا، فممكن نرجع لها. وازاي اكتسب ثقة اني انزل حتى واشارك، واعرف منين او امتى ان مستواي مقبول بيه في السوق؟ طيب هي النقطة دي مش بس في الفريلانس، او اعتقد السؤال عام شوية، ولكن في الفريلانس زي ما ذكرت من شوية اللي هو امتى اعرف ان انا مستعد. فده اجابة السؤال ده لو من ناحية الفريلانس. لو من ناحية السوق، كتكنيكال برضو بشكل عام، ان هو لازم اكون بقدر اقدم حاجة معينة. ان هو انا بعرف اعمل مشاريع موبايل ابليكيشنز مثلا، يجي لي الديزاين والاي بي اي وهعرف اسلمك البروجكت بعد وقت معين. او ان انا مثلا بعرف ان انا اشتغل على جزء معين في الموبايل ابليكيشنز، او مثلا بعرف اعمل اناليسز وديزاين كويس، او بعرف ان انا اعمل اي بي ايز او باك اند عموما، او بعرف ان انا اعمل يو اي ديزاين. فبشكل عام بعرف اقدم حاجة. فده كده من ناحية التكنيكال. من ناحية النون تكنيكال، فمهم ان انا برضو اكتسب مجموعة من السوفت سكيلز او النون تكنيكال سكيلز برضو، اللي هو زي ان انا بعرف اتواصل بشكل كويس، بعرف اتكلم واعبر عن الافكار اللي في بالي بشكل كويس وبروفيشنال، وبعرف ان انا اتناقش بشكل موضوعي، لان هو اغلب السوق او الشركات بيكون الشغل فيها في تيمات، فهتحتاج ان انت تشتغل مع اكتر من واحد بشكل متكرر على طول. ازاي هقدر ابدا على ابورك شغل ويجيلي طلبات شغل وانا لسه ما عنديش تقييمات؟ هي التقييمات الصراحة فعلا نقطة قوية ومهمة جدا، وهي مع الوقت هتغنيك تقريبا عن باقي النقط، اللي هو البروفايل بتاعك لو في نقطة سلبية او كده، لا التقييمات هتغطيها. ولكن في البداية زي ما ذكرت اهتم بكل حاجة تانية ما عدا التقييمات، لان انت التقييمات دي مش في ايدك. لو محتاج تعرف اللي هو اهتم بايه وكده، نرجع للسؤالين اللي فاتوا، فكرة اللي هو ابدا استعد ازاي، وفكرة برضو اعرف ان انا مناسب ازاي، او اللي هو لو خدت تقييم وحش من الكلاينت او كده. طيب بالنسبة لوقت بقى البروجكت نفسه، اخد بالي اللي هو بعد ما جالي بروجكت اخد بالي قوي من فكرة التقييم دي. يعني لو حسيت ان هو في اي انطباع سلبي او حاجة سلبية حصلت في خلال البروجكت، ببدأ ان انا اتواصل مع العميل، ان هو يعني انا ممكن اعرض عليه ان انا انزل شوية من تكلفة المشروع في مقابل ان هو يديني 5 نجوم. يعني قد يكون ناس كتيرة ممكن تختلف معايا هنا، اللي هو فكرة ليه أقلل من تكلفة حاجة أنا عملتها؟ بس هو فعليا انت ما قللتش تكلفة حاجة، انت ال5 نجوم أعلى بكتير من أي فلوس ممكن تاخدها، لأن هي بتفتح لك فرص كتيرة بعد كده. ان هو فكرة ان المشروع اللي بعده لما هيشوف في البروفايل بتاعك كله 5 نجوم مثلا، فهيكون فرصة قبولك أعلى بكتير قوي من لو بروجكت معين 3 نجوم او اقل كمان. ازاي بنربط الحساب بالفيزا بتاعتنا والعائد بيجي ازاي؟ هو في النقطة دي في فيديوهات كتيرة قوي على اليوتيوب بتشرح الموضوع ده. بس هو عموما الطريقتين اللي انا اعرفهم، الطريقة الاولى هو فكرة باي بال، ان انا بحول الفلوس على باي بال عموما،
ومن باي بال احولها على بنك مصري او بنك غير مصري، ودي اللي انا بتعامل بيها. ولكن في مشكلة هنا ان هو ودي الطريقة التانية، اللي هو برضو من باي بال ولكن على بنك كيو ان بي. لان لو بحول على بنك مصري فالفلوس بتتحول مش بالدولار، بتبقى بالجنيه عادي. ولكن لو انت عايز تسحبها بالدولار، فبنك كيو ان بي بيقدر ان انا استقبل عليه بالدولار من باي بال. ولكن اعتقد بيكون لي شروط او حاجة في البداية، مبلغ بتحتاج تعمله ايداع علشان تفتح بنك كيو ان بي. ولكن زي ما ذكرت ان هو في فيديوهات كتيرة بتتكلم على النقطة دي، فلو سرشنا اكتر على اليوتيوب هنلاقي طرق اكتر بكتير من الطريقة اللي انا ذكرتها. في بعض الأسئلة جات لي كانت بخصوص مجال فلاتر أو الموبايل أب ديفلوبمنت بشكل عام، زي مثلا لو شغلي محتاج ديزاين أو اي بي اي، أو لو محتاج بلاي ستور اكونت، أو لو محتاج أطلع اي او اس اب في فلاتر بس ما عنديش ماك بوك، أو مراحل الديزاين بعملها لوحدي أو لأ. فهي متعلقة ببعضها كلها، عشان كده قلتها مرة واحدة. هو في كل الحالات في البروجكت بتاعي دايما العميل بيكون معايا، يعني اي حاجة محتاجها ان هو دايما برجع فيها للعميل. يعني لو خدناهم نقطة نقطة، ان هو جزء الديزاين او الاي بي اي، فده يعني لو العميل اللي هو لازم ان انا بتواصل معاه ان هو المفروض يوفر الديزاين والاي بي اي دي. بس لو العميل مثلا اول مرة يشتغل او هو اصلا ملوش علاقة بالسوفت وير، فهو مش مدرك الكلام اللي انت بتقوله، حاجة من الاتنين: اما ان انت تعرفه ان هو البروجكت التكلفة بتاعته المفروض هتزيد مثلا في مقابل ان انت تشوف معاك ديزاينر او باك اند ديفلوبر، او ان انت لو تقدر ان انت تهندل الحاجات دي وتزود تكلفة المشروع شوية في مقابل ان انت اللي هتعملهم برضو، فما فيش مشكلة. يعني ايه تهندلها؟ اقصد ان انت مثلا بدل الاي بي اي تستخدم فاير بيز او سوبا بيز مثلا، فاللي هو حاجات بتنوب مكان الاي بي اي، وفي نفس الوقت انت اللي هتعرف تتعامل معاها بشكل مباشر. او الديزاين مثلا ان انت تشوف ديزاينز جاهزة وتحاول ان انت تعمل شبهها، مثلا زي من مواقع زي دريبل او بيهانس او او فيجما نفسه، ليه جاليري كده عليه مشاريع كتير. تاني نقطة، لو أنا محتاج بلاي ستور أكاونت، فهو برضو نفس الكلام، ان هو في الحالة دي برجع للعميل، المفروض ان هو يكون اصلا هو اللي عنده الاكاونت وبيترفع عنده. او لو هو بقى برضو عميل اللي هو عايز بروجكت مرة واحدة وخلاص، فهو ما عندوش خلفية اصلا ان هو محتاج يعمل اكاونت او كده، فانت بتقدر برضو ان انت تكريت اكاونت، بس برضو بتعرفه ان هو ده في تكلفة زيادة، لان هو انت بتحتاج تدفع عشان تكريت الاكونت ده. طيب لو محتاج اطلع اي او اس اب في فلاتر بس ما عنديش ماك بوك، مش لازم ان انت يكون معاك ماك بوك علشان تقدر ان انت تطلع اي او اس ريليز في فلاتر. الحمد لله فكرة الكلاود عموما سهلت علينا ده. في ويب سايت هتلاقيها اسمها ماك ان كلاود، لو رحنا لها كده دلوقتي، ان هو زي ان انا بأجر ماك بوك فيرتشوال كده، بيبدأ من $25 في الشهر. فبقدر ان انا أأجر مثلا ماك بوك بيديني 8 ساعات في اليوم، وده انا استعملته قبل كده وكان لطيف جدا وكويس. هو بس مشكلته ان هو بيكون الكواليتي في الماك بوك عالية شوية، فلو انت النت بتاعك بطيء ممكن تكون مشكلة شوية، بس بشكل عام هو بيشتغل بشكل سلس وسريع. اخر سؤال هو مراحل الاناليسز والديزاين. هل انا بعملها لوحدي واحدد الفيتشرز بتاعة المشروع والحاجات اللي هتكون معايا والشغل اللي هعمله، ولا بعملها مع العميل؟ في النقطة دي لازم 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 اعملها مع العميل، ان هو ما ينفعش ان انا من دماغي كده احلل المشروع محتاج ايه ومش محتاج ايه، لان هو في الاول وفي الاخر العميل هو اللي محتاج المشروع ده، فهو اكتر حد عارف المتطلبات بتاعته ايه ومحتاج ايه يكون في الابليكيشن عموما. زائد ان هو اللي هيدفع في الاول وفي الاخر، فلازم يكون هو اللي هو البروجكت موجود فيه اللي هو عايزه، مش فكرة اللي هو انت شايف ايه انسب او كده.
لا، لازم العميل هو اللي يكون معتمد الحاجات اللي هتكون موجودة معاك في البروجكت. انا كده الحمد لله خلصت كل النقط اللي عندي. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله برضو هيكون في كونتنت جاي الفترة الجاية، فتابعوا التشانل عموما. وزائد برضو لو عندكم اي اسئلة او عندكم اي اقتراحات حابين تبعتوها لي، هسيب الفيسبوك واللينكد ان بتوعي في الديسكريبشن. هكون حابب جدا ان انتوا تتواصلوا معايا، وشكرا جدا لوقتكم.